هلو هلو، اهلا بكل حبايبي متابعيني. عامله معاكم النهارده شيش طاووق بطريقه مختلفه تماما. عاملاه في الطاجن او في الصينيه، ممكن تعمليه في الصينيه، ولا ستيكس بقى ولا عصيان ولا اي حاجه من الحاجات دي. طريقه حلوه وطعمها خطير يا جماعه. طبعا حاطين معاها الخضار اللي بنحطه في الشيش طاووق، وعامله جنبه بقى شويه رز بالبسله والجزر، حاجه كده تحفه. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا صدرين من الفراخ، لو انت عايزه تحطي وراك حطي. انا جايبه صدرين ومقطعاهم كده مكعبات. والخضار بتاعنا طماطم وجزر وبصل وفلفل اصفر واحمر وقرن فلفل حامي. هنيجي هنا معانا البايركس بتاعي، او لو عندك صينيه عاديه. هجيب بقى هرص الفراخ. طبعا هرص قطعه من الفرخه، وطبعا قطع الخضار، بصل طماطمايه جزرايه، قطعه الفرخه، حته فلفل احمر حته فلفل اخضر. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الطاجن كله وحطيت عليه قرن فلفل حامي. هركنه دلوقتي على جنب. هجيب نص كوبايه صلصه او عصير طماطم، هحط عليه معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، شويه كاري وشويه بابريكا، وشويه كركم، ومعلقه صغيره سبع بهارات، ومعلقه مليانه من الخضره المجففه اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره. وحطيت شويه زيت ومعلقه صلصه وشويه خل. وهحط هنا معلقه صغيره من الباربيكيو صوص، ما عندكيش خلاص استغني عنه. هقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا جدا، وده اللي هنحطه على الفراخ والخضار بتاعتنا. اهو شايفين الخضار بقى بعد ما يتشرب من التتبيلة دي وبيستوي مع الفراخ بيبقى طعمه رهيب يا جماعة. هوزع بقى كل التتبيلة بتاعتنا. هدخل كده بقى الفراخ جوه التتبيلة كويس عشان اتأكد ان الفراخ شربت من كل التتبيلة بتاعتنا. يعني يستحسن بقى اسيبها ساعة كده مع الصوص بتاعه، وبعد كده الفها بالورق الفويل وادخلها على الفرن لمدة نص ساعة. نيجي بقى هنا نعمل الرز. معايا الحلة بتاعتي، نص معلقة زيت ونص معلقة زبدة. خلاص يا دوبك كده يسيحوا، هنزل عليهم بالبسلة والجزر عندي مغسولين ومتصفيين. هشوحهم كويس على النار، وبعد كده هنزل بكوباية الرز المغسولة برضو هشوحها، وهحط عليها بقى واحدة حبهان وواحدة قرنفل وشوية مستكة والملح والثوم البودر والبصل البودر. خلاص شوحتهم برضو كويس. هحط بقى المية المغلية بتاعتي واسيب الرز يغلي، ولما يتشرب اهو شايفين انا بس بعمله معاكم على الرخامة وبروح وارجع على البوتاجاز، لان معلش اضاءة البوتاجاز عندي ضعيفة شوية. سبت بقى الرز يتشوح، وادي الفراخ بعد ما استوت خالص. هديها بقى كده لون على الشواية من فوق. الرز بتاعنا خلص والفراخ برضو بتاعتنا خلصت، وبقى لونها تحفة كده. شايفين بقى الخضار لما بياخد بقى طعم المشوي ده بيبقى خطير. جربوا الطريقة دي حلوة جدا. هنيجي بقى نغرف الطبق بتاعنا. انا غرفت هنا الرز، طعمه تحفة يا جماعة. الرز اللي بالبسلة والجزر ده وخفيف جدا. للي مش حابب بقى، اللي مش حابب الطبيخ بالصلصة الايام دي الجو حر جدا، يعمل بقى الرز يدخل فيه خضار برضه، عشان طبعا لازم اكلنا يخش في الخضار. هغرف بقى الشيش بتاعي، طعمه خطير. ولازم لازم قرن الفلفل ده لازم جنب الاكل. اهو تمام. هنضف بس طبقي كده واوريهولكوا بقى. دي كانت اكلتنا النهارده، ويا رب تجربيها وتعجبك ان شاء الله. ولايك وشير. باي باي.